مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم ملعب الاولى، واللي هنغطي فيها النهارده العمليه التدريبيه لمنتخبنا الوطني في الملاكمه للكبار، وان شاء الله يعني استعداداتهم القادمه لبطوله البحر المتوسط والمؤهله كمان باذن الله للاولمبياد القادمه. كل الامنيات الطيبه ليهم بالتوفيق. تابعونا في حلقه جديده من ملعب الاولى. Supersonic boom, y'all hear that spaceship? When I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super 8 shit. مجهودات كتيرة مبذولة الحقيقة من قبل الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني للملاكمة للكبار، هنتعرف عليها دلوقتي وهذه المجهودات من خلال لقائنا وكاميرا برنامجنا ملعب الأولى مع الكابتن سعيد حسن المدير الفني للمنتخبات الوطنية للرجال في لعبة الملاكمة في جمهورية مصر العربية. أهلا بك كابتن. اهلا بيك وبالساده المشاهدين، اهلا وسهلا. كابتن سعيد، يمكن ما شاء الله زي ما انا ذكرت كده انجازات كتيره جدا للمنتخبات الوطنيه، وخاصه كمان المنتخب الاول في لعبه الملاكمه. عاوزين نتعرف على حضرتك كده، او من خلال حضرتك شايف ازاي قدرات اللاعبين الموجودين معاكم، وبالذات كمان من الناشئين او الشباب اللي حققوا 5 ميداليات ذهب في البطوله الاخيره العربيه الثالثه اللي كانت اقيمت هنا داخل المركز الاولمبي في المعادي، وشايف ازاي ده بيدعم كمان المنتخب الوطني الكبير من خلال هذه الانجازات ليكم ان شاء الله. اولا المنتخب الوطني للشباب الحمد لله حقق 5 ميداليات و4 فضه، لان احنا لعبنا ب10 لاعبين فوصل 9 للنهائي، فكان انجاز كبير، تنظيم على اعلى مستوى. ده يحسب للاتحاد المصري للملاكمه للعام الثاني على التوالي، اشاد به كل رؤساء البعثات العرب، الحمد لله رب العالمين. المنتخب الشباب هو النواه الاساسيه للمنتخب. يعني انت لو بصيت النهارده على التمرينه اللي موجوده والمنتخب الكبير، هتلاقي فيه ناس احنا صعدناهم من منتخب الشباب، خلصوا دورهم في منتخب الشباب وصعدوا اوتوماتيك للمنتخب الاول. لازم هيبقى فيه كل دوره اولمبيه زي ما انت فاهم، والساده المشاهدين برضك تاخد فكره ان لازم كل فتره في احلال وتجديد، لان ايه مفيش لعيب قاطع مكان او حاجز مكان، لا، لعيب بيقعد في المنتخب ويستمر في المنتخب نتيجه مجهود وعرق ومصابره ونتائج. اذا في عمليه تدوير بالنسبه للجاهزيه الفنيه والبدنيه، مفيش شك طبعا. فطبعا احنا عندنا صعدنا بعض المجموعه المتميزه، وهؤلاء اللعيبه بعد مرحله الشباب هم شاركوا في بطوله الجمهوريه الدرجه الاولى اللي كانت في المنيا في شهر نوفمبر الماضي 2017. احنا كلجنه فنيه وجهاز فني كنا متواجدين معاهم متعايشين معاهم في المنيا، المؤسسه العسكريه في المنيا، انا وزميلي مستر اولوزوس اللي شغال معانا، والحمد لله قدرنا ننقي افضل واحسن العناصر. اتغيروا كتير لان احنا من شهر 11 لغايه النهارده حوالي 5 شهور، ما شاء الله تبارك الله. احنا عاملين فرقه على مستوى عالي بيشملها مجموعه من الشباب مع مجموعه الخبره الكبار، وعاملين توليفه جميله. ان شاء الله هذا المنتخب يعني مش اقل من دورتين اولمبيتين هيلعب، بجانب طبعا مجموعه الشباب ان شاء الله بعد الدوره الاولمبيه وتاهيلهم اللي في المغرب في شهر مايو ان شاء الله، ويسافروا البرازيل. كلهم محطوط عليهم العين وتحت المنظار لان هم لعيبه متميزه، فدول برضك هيبقوا نواه ثانيه للمنتخب ب الاول. فيعني احنا بنشتغل، اتحاد لا يبخل، اتحاد مجموعه الشباب دي اتعمل لهم 22 تجارب، بقالنا سنتين بنجهزهم، عشان كده ظهروا بالمستوى الجميل في البطوله العربيه، مع ان الدول كلها جايه مستعده. لان الناس تسال ايه، طب كل الناس جايه مستعده ليه؟ علشان تأهيل لدوره اولمبيه للشباب ده امل كل الدول. يا رب ان شاء الله كل التوفيق. يمكن احنا كمان على ذكر حضرتك كابتن عمليه التدوير واللاعبين اللي بيبقى مش موجود باستمرار، المهم الجاهزيه بالنسبه للناحيه الفنيه والناحيه البدنيه. يمكن بنشوف كمان عناصر متميزه من بلاد كتيره داخل جمهوريه مصر العربيه، زي ما شفنا في النوبه مثلا عندنا لاعب وحصل على ميداليه ذهب وهو من اصول نوبيه، موجود من بلاد كتيره ومحافظات كتيره. شايف ده ازاي؟ ويعني كلمني، يعني احنا بنشيد بده اكيد بالنسبه للجهاز الفني والاداري داخل المنتخب الوطني،
العمليه دي بتتم ازاي؟ ازاي بتروحوا في شكل كشافين كده لكل الاماكن علشان خاطر تنتقوا احسن العناصر وتدخلوها في المنتخب الوطني؟ ده سؤالك جميل قوي. احنا بنكتشف اللعيبه ازاي؟ اللعيبه دي احنا اولا الحمد لله نجح الدكتور عبد العزيز غنيم في الدوره الثانيه ليه انه وسع الانتشار للعبه، ففتح في جنوب سيناء، فتح في سوهاج، في اسوان، مناطق. المناطق دي لا بتشتغل، فبتنتج، تشتغل مع الانديه، هي ذراع الاتحاد. فطبعا لما بيبقى في الانديه بتروح للانديه فبتنشر لعبه الملاكمه. هتنشر لعبه ملاكمه، المدربين هناك بتجيب هؤلاء اللعيبه، بتروح المدارس وبتجيبهم وبتنقي اللعيبه الموهوبه وبتنتقيهم. اللعيبه دي بقى لما تتمرن بتشارك في بطولات المنطقه ثم بطولات الاتحاد. احنا بقى بنشوفهم في خلال بطولات الاتحاد. احنا كاجهزه فنيه ولجنه فنيه برئاسه الدكتور عبد العزيز غنيم، البطولات الرسميه في الاتحاد. البطولات الرسميه احنا بقى بنشوفهم. طبعا اللعيبه دي برضك ما بتولدوش في يوم وليله، ممكن قوي يكونوا في مشروع الموهوبين، مشروع البطل الاولمبي. فبيبقى احنا من خلال المعايير الاساسيه لاختيارهم بنتابعهم. عندنا لجنه فنيه بتلف على كل انحاء الجمهوريه، بتشوف المشروع القومي وبتشوف الموهوبين، ويبقى معروفين، بيعملوا لقاءات ما بينهم وبين المحافظات، فبنبقى عارفين الواعد من دول. فالاتحاد بيبقى حاطط تحتيه خط. لما بيجي بطوله الجمهوريه بيبان بقى، نبدا ننقيه ونجيبه هنا مع اجهزه فنيه مع ثانيه مختلفه تماما. اللاعب لما يكون تحت ايدك بقى ياكل ويشرب وبتعده اعداد صح، فبتجني ثماره. رب ان شاء الله كل التوفيق. اتكلم بقى على بطوله البحر المتوسط بالنسبه لفريق الكبار واللي حضرتك مسؤول بشكل اساسي عنه. اهم العناصر المتميزه اللي داخله هذه البطوله ان شاء الله، عمليه الاختيار بقى بالنسبه للبطوله دي بتتم ازاي؟ الحقيقه الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد في اجتماعه معانا قال احنا هنشارك ب 10 لاعبين. احنا معانا 13 لاعب من افضل واجمل واحسن العناصر اللي موجوده، ولسه عاملين احلال وتجديد من يومين 2. لعيب عنده مشكله في الميزان، فاقترحنا ان احنا نغير ميزان لعيب. على طول الدكتور عبد العزيز قال ده المساله الفنيه بتاعتكم، راجل مناسب في المكان المناسب. فاللي انتم شايفينه في جلسه ما بيننا وبينه، وتم ال 13 لعيب دول من افضل العناصر هنشارك منهم ب 10 في موازين متكرره. الكل بيجتهد، محدش عارف مين اللي هيسافر. فدي برضك من ضمن الشغل، ان كله يجتهد، كل واحد يعمل اللي عليه، والبقاء للافضل والاصلح. يا رب ان شاء الله دايما البقاء للافضل والاصلح، وان شاء الله شبابنا يشرفونا في المحافل الدوليه على ايد حضرتك وايد الجهاز الفني المتميز اللي احنا دايما بنشكره من خلال كاميرا برنامجنا ملعب الاولى. اداء فعلا متميز، مجهودات كبيره مبذوله من قبلكم، واكيد ده بيشرفنا كلنا كمصريين ومحبي وعشاق الرياضه المصريه، وخاصه رياضه البوكس او الملاكمه. ربنا يبارك فيك، وبنشكرك. انت من الناس اللي دايما بتيجي وبتظهر الملاكمين وبتعمل لهم حاجه كده، طلعهم في التلفزيون وتسجل معاهم. علينا انتوا ابطال، بترفع من معنوياتهم، فده شيء جميل. وبنحييك وبنحيي برنامجك اللذيذ الجميل اللي الناس كلها بتحبه وبتتفرج عليه. بنشكرك ونشكر الساده المشاهدين. شكرا يا كابتن. شكرا، عفوا. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808, that boom boom in your town. لقاءنا دلوقتي مع اشهر لاعب مصري تقريبا في لعبه الملاكمه، الكابتن عرابي، اللي حقق لنا الكثير والكثير من البطولات المختلفه، سواء كان من الناشئين لمنتخب الشباب للمنتخب الاول. ما شاء الله اداء فعلا حافل بالبطولات وحافل بالميداليات. هنتواصل معاه دلوقتي وهنعرف قد ايه تجربه احترافه كانت مهمه جدا في المغرب، واللي لعب باسم المغرب
يعني ما شاء الله اداء فعلا عظيم، وهو فخر لينا كلنا وفخر لكل محبي وعشاق الرياضه وخاصه رياضه الملاكمه. اهلا بيك يا كابتن عرابي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كابتن عرابي، يمكن ما شاء الله زي ما انا ذكرت كده في التقديمه بتاعت حضرتك، ليا كتير من اللقاءات معاك، قدرت ان انت تحقق كتير من البطولات. عاوزين نذكر كده كل مشاهدينا من عشاق الرياضه المصريه ورياضه البوكس على وجه الخصوص بتجربتك، سواء كانت من بدايتك مع الملاكمه الى عمليه الاحتراف بقى في المغرب. تمام. اولا اهلا وسهلا بحضرتك وبالبرنامج بتاعك. تاني حاجه الحمد لله في الفتره الاخيره بعد الاولمبياد قدرت احقق نتائج كويسه لما انضميت للمنتخب المغربي ان العب معاه احتراف في السلسله العالميه للدبليو اس بي، ودي كانت اول مره كلاعب مصري يلعب احتراف باسم دوله. الحمد لله رحت معاهم اكتر من 3 شهور، كنت معسكر معاهم هناك ولعبت مع ايطاليا وفرنسا وانجلترا، والحمد لله قدرت احقق مكسبين من ضمن 3 مباريات مع بطل ايطاليا وبطل انجلترا، ودول كان اصحاب الايطالي كان صاحب 10 ماتشات بدون خساره، كانت اول خساره على ارضه على ايدي الحمد لله. يعني ابطال على يعني ليهم اصحاب سجلات ومحافل دوليه كبيره. بالظبط كده بالظبط كده، والحمد لله قدرت بعديها. طبعا الفرق الاحتراف بيعلي مستوى الواحد وبيعطي له خبره كبيره جدا. قدرت بعدها الحمد لله اروح دوره التضامن الاسلامي ولعبت اول ماتش بطل اوزبكستاني بطل عالم وهو بطل في الاحتراف، والحمد لله قدرت احقق مكسبي برضه عليه. ان شاء الله. كابتن، ده اكيد بيديك حافز على ان انت تبقى احسن، ويمكن انت يعني ما شاء الله عليك من النماذج المشرفه جدا في منتخبنا الوطني بالنسبه للعبه الملاكمه. العمليه الاحترافيه دي اهلتك لايه نفسيا وذاتيا، وكمان اهلت زمايلك لايه لما شافوا نموذج معاهم بيتمرن معاهم بشكل دوري موجود معاهم في سنين طويله ومعاشرينه، ويرجع لهم بعد تجربه احتراف قويه جدا، ده بيأهلهم لايه وبيأهلهم نفسيا لايه؟ هي طبعا عطت حافز وثقه كبيره ليا وايضا لزمايلي. يعني لما احنا عندنا خامات كويسه جدا بس هي بتبقى فرص احنا مستنيها، الفرصه لما بتيجي لحد فعلا احنا بنستغلها بفضل ربنا كويس. وهي اللي يعني زي ما قلت لحضرتك في الاول علت المستوى وخلت الواحد معروف الحمد لله على المستوى الدولي، وبالتالي الحمد لله احنا دلوقتي بنعمل اعداد لاداره البحر المتوسط، وان شاء الله املنا في ربنا كبير باذن الله نروح اسبانيا ونحصل على عدد كبير من الميداليات، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم. انا رايح وهدفي ان شاء الله ميداليه الذهب باذن الله. يا رب ان شاء الله، والاولمبياد القادمه بقى ان شاء الله يعني مش واحده بس، ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله ده كله اعداد ان شاء الله ل 2020 باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن، نطمن ونطمن الساده المشاهدين على اصابتك، يعني انا عارف ان حضرتك عندك اصابه بسيطه الحمد لله، ان شاء الله ترجع للتمرين قريب، برضه نعرف الساده المشاهدين على ده. هي الحمد لله كان عندي بس التهاب بس في الغضروف الخارجي في الركبه، والحمد لله دلوقتي انا بمارس علاج مع دكتور طبيب المنتخب، والحمد لله هبدا تمرين من الاسبوع الجاي وان شاء الله خير يعني باذن الله. دايما مشرفينا في المحافل الدوليه كتير من العناصر والقادرين على تحقيق ده من لاعيبه الملاكمه في منتخبنا الوطني الاول. يعني معانا كابتن اسلام الجندي، احد اللاعبين المتميزين جدا في لعبه الملاكمه، واللي دايما بيبقى لينا معاه لقاءات مشرفه الحقيقه بعد بطولات مختلفه بيحققها لنا وبيحققها اكيد لكل الشعب المصري وعشاق رياضه الملاكمه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا استاذ احمد، واهلا بملعب الاولى، ومنورينا والله في مركز اولمبي هنا. كابتن، يمكن كان ليا عده لقاءات معاك بعد بطولات مختلفه ما شاء الله حققت فيها ميداليات ذهب، وان شاء الله منتظر منك الكثير باذن الله في المستقبل. كلمني عن العمليه التدريبيه اللي بتتم النهارده وادائكم ما شاء الله المشرف المتميز ده، ويعني بطوله البحر المتوسط ان شاء الله استعدادك الشخصي ليها ازاي؟ والله احنا بنستعد دلوقتي لدوره البحر المتوسط، ده الموسم الجديد 2018 ان شاء الله. عندنا دوره البحر المتوسط من اهم البطولات، واحنا بنتعدي اعداد كويس، بس بنطلب من الساده المسؤولين طبعا اللي هو يدعموا الملاكمه بحيث ان الملاكمه بتحقق ميداليات اولمبيه، وبنغلب ابطال عالم بره وابطال اولمبيين وابطال اوروبا، غلبنا ابطال زي دي. يعني حضرتك 2017 انا محقق فضه في دوره الالعاب التضامن الاسلامي جيمز، وكسبان ابطال اوروبا هناك وكسبان ابطال اسيا، وبطوله افريقيا جايب فيها حضرتك
بطوله افريقيا جايب فيها فضه، وكسبان ابطال افريقيا وكسبان ابطال العرب بردك في بطوله افريقيا، وفي بطوله العالم كسبان كيرغستان في دور ال 32، وفي دور ال 16 كسبان المصنف الاول عالميا اللي هو كوبي الجنسيه ومتجنس اذربيجاني، وجايب فضيه في اولمبياد البرازيل اللي فاتت في دور ال 16. كسبته في دور الثمانيه، خسرت ظلم تحكيمي، لاعب من امريكا ورئيس لجنه الحكام امريكي، فطبعا هنا بقى في تحيز، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بقى انا ما قصرتش في حاجه، وكنت طبعا قريب من الذهب مش قريب من البرونز في بطوله العالم اللي فاتت، بس ده حضرتك يعني مؤشر كويس ان احنا بنكسب ابطال عالميه بره وابطال اولمبيه، ان احنا انا قلت لكم وذكرت ده في بدايه تقديمي، سجل حافل الحقيقه بالانجازات كابتن اسلام محققه. يمكن انا صورت معاه كتير قد ايه الراجل ده بيتمرن فعلا باخلاص، قد ايه بيحاول ان هو يبقى على يعني على شاكله اللعيبه المتميزين على المستوى العالمي، مش داخل جمهوريه مصر العربيه بس. يمكن نموذج كمان مشرف للاعبين الموجودين معاه داخل منتخبنا الوطني، وهو قال الكلام ده دلوقتي من خلال يعني بطولات صغيره كده ذكرها من خلال لقائنا معاه. والله احنا بنتعدي كويس وبنتمرن كويس هنا بقلل الامكانيات. رئيس الاتحاد الملاكمه الدكتور محمد عبد العزيز غنيم مش مقصر معانا في حاجه، بس احنا كملاكمه محتاجين دعم كويس بحيث ان احنا نسافر نعمل احتكاك. لعبه الملاكمه حضرتك من الالعاب اللي هي لازم يتم فيها احتكاك عشان المستوى يعلى، لكن مثلا حضرتك كلاعب رفع الاثقال لو ممكن يقعد في مكان معين، تغذيه كويسه، خبير كويس، يعمل ارقام معينه، لكن احنا او العاب القوه او سي ما فيهاش التحامات، ما فيهاش مشاركه تنافسيه. بالنسبه للملاكمه حضرتك لازم نعمل احتكاكات مع المدارس الروسيه ومع المدارس اسيا ومع مدارس كوبا، واحنا زي ما بقول لحضرتك احنا غلبنا بره. انا لسه كسبان فضيه اولمبياد البرازيل سوتومايور واحسن لاعب في العالم، فطبعا حضرتك ده مؤشر كويس. احنا نجيب ميداليه اولمبيه، الميداليه الاولمبيه مش بعيده، احنا ان شاء الله بامر ربنا بنسعى ان احنا نجيب دهب اولمبياد مش ميداليه اولمبيه، ونسعى ان احنا نجيب ميداليه في بطوله العالم، وده مش صعب علينا بما ان احنا كسبانين ابطال الملاكمه، تكسب ابطال العالم بره وابطال اولمبيه وابطال بطوله العالم انت فاهم، في اعلى ليفل حضرتك للالعاب الرياضيه طبعا بطوله العالم والاولمبياد. فاحنا محتاجين دعم كويس طبعا ان احنا بحيث ان احنا نسافر نعمل معسكرات بطولات يعني المسؤولين يحلوا مشاكلنا بحيث ان احنا نحقق الهدف بتاعنا وهي ميداليه اولمبيه دهب طوكيو 2020 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسلام يمكن احنا كمان بنشاركك الحلم والامل، وبنشاركك اكيد طلباتك لكل الساده المسؤولين انهم يكونوا شايفيننا دلوقتي ويحققوا لك كل طلباتك انت والباقي اللاعبين الموجودين في منتخبنا الوطني. اكيد ده بيشرف اللعبه وبيشرف الرياضه المصريه بشكل عام على مستوى العالم. انا اتشرفت بحضرتك كابتن اسلام، بتمنى لك كل التوفيق ليك. شكرا. اتشرفت بيك يا استاذ احمد، وان شاء الله اشوفك بعد دوره البحر المتوسط، واحنا برضك متوجين. حضرتك كنت واقف معايا الوقفه دي في اول 2017 وحققنا ثلاث انجازات الحمد لله في 2017، وان شاء الله 2018 تستقبلنا واحنا راجعين في المطار ان شاء الله في دوره البحر المتوسط. يا رب حبيبي كل التوفيق ليك. شكرا يا كابتن. شكرا يا استاذ احمد. شكرا. I like that boom boom pow. Them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm sold 3008. You sold 2000 and late. I got that boom boom boom. That future boom boom boom. Let me get it now. Boom, boom, gotta get that boom, 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 gotta get that boom, 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 gotta get that. سجل برضو كبير من الانجازات مع الكابتن وليد محمد في البطولات المختلفه والمحافل الدوليه على مستوى لعبه الملاكمه. هنتعرف عليه ونشوف استعداداته القادمه لبطوله البحر المتوسط. يمكن احنا شايفينه بيتمرن الى حد كبير تمرين خاص بجانب تمرين الفرقه. اهلا بيك كابتن وليد. اهلا بك يا كابتن وليد كلمني بقى استعداداتك. انا شايفك يعني مع نفسك كده بتتمرن تمرين خاص والفرقه بتتمرن بشكل جماعي. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الحمد لله انا بستعد، يعني بعمل لنفسي اعداد يعني مميز، احاول اضغط على نفسي مثلا في التدريب وازود الحمل عليا. انا الحمد لله مصنف الاول على افريقيا، مصنف ال 14 على العالم. الحمد لله كنت مشارك في بطوله عالم في المانيا، الحمد لله كانت مشاركه قويه وكان من اقوى البطولات طبعا البطولات العالميه. فالحمد لله ببدا اعدادنا اهو في المركز اهوت. دي حضرتك شايف حضرتك الحمل التمرين عالي. بنشد بالتدريب اهو. عندنا معسكر، عندنا بطوله في الجزائر في شهر 5 ان شاء الله، وعندنا معسكر ان شاء الله ممكن احتمال يبقى في بلغاريا، وهنطلع بعديها ان شاء الله على دوره البحر في اسبانيا ان شاء الله. معسكر بلغاريا ده يا كابتن هيبقى يعني مدرسه مشابهه للمدارس اللي هتقابلها ان شاء الله في البحر المتوسط؟ اكيد طبعا، انها مدارس اكيد المدارس الاوروبيه طبعا. المدارس الاوروبيه طبعا برضه مستويات عاليه وقوه وتحمل. طبعا معانا طبعا دول اوروبيه كتير، فرنسا وايطاليا والمجر، كذا دوله اوروبيه مشاركه في البحر المتوسط. اهم البلدان واللاعبين اللي انت ممكن تعمل حسابهم في بطوله البحر المتوسط يا كابتن؟ أنا الحمد لله يعني بتمرن ومش بفكر في حد قد انا بفكر في المجهود اللي انا بعمله. بس طبعا في دول طبعا مشاركه كويسه طبعا معانا ابطال عالم وكده زي فرنسا وايطاليا، من الدول الكويسه يعني موجوده في الدوره ان شاء الله. استعداداتك انت الشخصيه بقى، يعني احنا شايفين استعدادات مع المنتخب
اكيد بيبقى كل واحد له طقوس فرديه كده بيحب يعملها مع نفسه قبل البطولات المختلفه. هل انت ليك طقوس كده شخصيه بتنفذها مع نفسك، تدريب خاص لوحدك حتى في الاجازه اللي ممكن تاخدها من المنتخب؟ والله هي الفترة لسه يعني ايه، احنا اعداد بنبتدي واحدة واحدة، اعداد بنظبط نفسنا الاول. يعني انا مش بحبش اضغط نفسي جامد قبل البطولة، بدي نفسي مثلا اخر شهر ده بضغط بقفل فيه كل حاجة عشان خاطر ايه ما بقاش ضغط نفسي من الاول واعمل ايه حمل على نفسي نفسيا وكده. يا رب التوفيق ليك ان شاء الله. حلمك كابتن بقى في البطوله القادمه، وحلمك كمان في الاولمبياد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله نشوفك في الاولمبياد القادمه ومحقق لنا حاجه باذن الله. مشارك في الاولمبياد اللي فاتت باذن الله، وان شاء الله باذن الله هتلاقيني ان شاء الله ميداليه كمان في الاولمبياد طوكيو باذن الله. وان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله دهب في البحر المتوسط باذن الله تعالى، وانا متاكد من كده ان شاء الله كله باذن الله. احنا كمان بنشاركك الحلم ومتاكدين زيك ان شاء الله ان انت هتشرفنا وتشرف كل الشعب المصري ومحب الرياضه. شكرا ليك. ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده بانتهاء لقاءاتنا من داخل المركز الاولمبي في المعادي، وتغطيه كبيره للعمليه التدريبيه لمنتخبنا الوطني للكبار في الملاكمه. بنتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى كمان حلقتنا تكون نالت اعجابكم، ودايما على وعد بلقاءات جديده ومتجدده من خلال برنامجكم ملعب الأولمبي.